هاد الشخص كان كيمشي للقبور ويسرق الجثث منهم، ولكن داكشي اللي كان كيدير بالجثث ما غاديش يدخل لك العقل. تيطيب اللحم ديالهم وياكلهم، كيف ما سمعتيني، تيشفر الجثث من القبوره غير باش ياكلهم. فشنو القصه ديالو وعلاش كيدير هاد الافعال؟ هادشي بالضبط اللي غادي نعرفوه في هاد الفيديو. هاد القصه كتدور حول واحد الراجل من اندونيسيا سميتو سومانتو، وهذه قصه حقيقيه وقعت بصح. سومانتو تزاد في واحد القرية فقيرة في إندونيسيا، وكان عايش حياة اللي بسيطة ولكن فيها بزاف ديال المعاناة. من صغره كان كيعاني من الفقر وما كانش عنده تعليم اللي مزيان، وهذا الشيء خلاه يعيش حياة اللي صعيبة ومليئة بالإحباط. وبالتالي فاش كبر بقى كيقلب على شي فرصة باش يبدل حياته، وهنا فين مشى يخدم في مدن مختلفة خارج البلاد، ولكن الأمور ما مشاتش كيف ما كان باغي. وفاش رجع لبلادو كان محطم نفسيا وماديا، وبدات كتجيه افكار غريبه بزاف، افكار اللي صراحه خارج عند مألوف. حسب بعض الروايات كان كيامن بالسحر والشعوذه، وكان كيظن ان القيام بافعال معينه غادي يعطيه القوه او الثروه. وهنا القصه بدات كتدخل في واحد المنحى مظلم بزاف، وهنا فين بدا كينفذ الخطط ديالو الجهنميه. كان كيمشي للمقابر في كل ليله في الوقت اللي كيكون فيه كل شي ناس، وكيدخل ليهم وينمش القبور ويشفر الجثث اللي فيهم. وبالضبط كان كيسرق جثث الاطفال اللي ماتوا وهما صغار، اولا جثث العيالات الكبار في السن، وكان كيسرقهم وهما مازال طريين، يعني موتى اللي مازال جداد وعاد ماتوا. ومن بعد كيمشي لدارو اللي اصلا هو كان ساكن غير في واحد الدار مهجوره، وتما كيطيب الجثث وياكلهم. وهادشي ما كانش كيديرو بدافع الجوع، لا، هادشي كيديرو حيت هو كيامن انه الارواح ديال الناس اللي ماتوا مازالين في دوك الجثث ديالهم. كاين واحد الاعتقاد في بعض المناطق الفقيره في اندونيسيا ان اكل اجزاء من جسد انسان ميت يقدر يعطيك القوه او يجلب لك الحظ والمال، وبالتالي قال لك فاش كياكلهم فراه كيعطيوه القوه والحظ ديالهم. وهادشي كان كيامن به بقوه، واش لا هضره وتخربق قالها لا ركاوي الاخر. وبقى على هاد الحال حتى وصل 5 ديال الجثث. وهنا فين غادي تكتشف الامر ديالو. العائلات ديال الموتى فاش جاو يزوروهم اكتشفوا انه القبور كيكون فيهم واحد الفتحه صغيره، وفاش علموا السلطات والناس اللي خدامين تما من بعدها لقاو بلي الجثث مختفيه وما كايناش في بلاصتها. الخبر انتشر بسرعه في اندونيسيا كامله، والبوليس بداو كيقلبوا على هاد المجرم، وما داش بزاف ديال الوقت ولقاوه، حيت اصلا الدار اللي كان عايش فيها كانت قريبه من المقبره. وهذا الشيء اللي خلاهم يشكوا فيه هو الاول. وعاد زيد كيفاش عرفوا بلي خونا غير مفربل، فراه قالوا ممكن يكون هو الفاعل. وفاش مشاو لدارو تم البوليس والمحققين تصدموا ديال بصح من المنظر اللي شافوه. لقاو العظام ديال الناس والهياكل والجماجم ديالهم مرميين عادي في وسط الدار، وبعض العظام معلقين في السقف، وشي مناظر مشمئزه بزاف وكتخلع. وتم القبض عليه وتحكم عليه بالحبس. صراحة ما عقلتش بالضبط، مهم ما بين 5 حتى 10 سنين. المجتمع كامل في إندونيسيا دخل في واحد الحالة ديال الصدمة، كيفاش إنسان ممكن يدير هاد الأفعال الصادمة. ولكن القصة ما سالتش هنا، حيت من بعد ما خرج من الحبس بزاف ديال الناس ما تقبلوش انه يرجع يعيش بيناتهم، ما تقبلوش هاد الفكرة، حيت كانوا كيشوفوا واحد المجرم اللي خطير. وحتى إلا حاول يبدا حياة جديدة الماضي ديالو كان دايما كيتبعه. سومانتو بقى معزول ومرفوض من المجتمع، وكيعيش حياة كلها ندم وحده. والسؤال اللي كيبقى مطروح هو واش هاد الشخص سببه الفقر ولا الجهل اولا المعتقدات الخاطئة، ولا يمكن شي حاجة اعمق من هاد الشي كامل. الى عجبتك هاد القصة ومازال بغيتي قصص حقيقية صادمة ومشوقة، ما تنساش دير لايك وتشترك عندي في القناة باش توصلك كل القصص الجديدة، وكتب لي في الكومنتير شنو القصة الجاية اللي بغيتي نعاودها. هذا ما كان في الفيديو، كنتمنى انه الفيديو كان عجبكم. كان معكم عبد العالي، السلام عليكم.